قرية تل طحين الكردية من عشيرة قرقج من عائلة حمو شيخ مسلم. لهم صلة قرابة مع قرية برشاية وقباسين. عدد سكانها حوالي 100 شخص، ومساحة القرية حوالي 600 هكتار تقريبا. تتبع لمحافظة حلب ومنطقة الباب ناحية عريمة بلدة قباسين. تبعد عن حلب شرقا 45 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 10 كيلومتر، وعن بلدة قباسين شرقا 2 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية كندرلية الكردية، ومن جهة الشرق قرية أولشلي، ومن جهة الجنوب قباسين وسفلانية، ومن الشمال قرية برشاية الكردية. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس وخضروات الصيفية، ومساحات من شجر الزيتون والتين والعنب. وفي الدرجة الثانية تشتهر بتربية المواشي مثل الغنم بكثرة، والماعز والبقر والدجاج البلدي ومداجن دجاج الفروج. يوجد في القرية من جهة الشمال تل قديم مرتبط بسلسلة التلول في المنطقة، ويوجد كهوف قديمة يعتقد إنها خورية، ووجود زخارف على قطع فخارية وصخور في أطراف التل تدل على ثقافة زرادشتية مثل نقش الشمس وقطع نقدية بيزنطية ورومانية. القرية متمسكة بكرديتها رغم ضغوطات من نظام البعثي ومن الأتراك عليهم، وادعاء إنهم تركمان، ويقولون لهم إنكم تركمان، والعرب يقولون إنكم عرب. وسمي القرية بتل قير يعني الأسود، والعرب سموها تل طحين، ولكن اسمه جري آرت. المعلومة من أحد أشخاص في المنطقة، والشكر الجزيل للشكر للمحامي والباحث في تاريخ مناطق الكردية علي عبد الله كولو،